نظريه الحمام الكذاب. في الحقيقه اللي اخترع النظريه ديت كان واحد بيحب الحمام، بس الحمام غالي جدا فمش عارف يعمل ايه، اخترع اختراع طلع معاه حاجه شبه الحمام جدا وفي نفس الوقت سعرها رخيص. دايما الانسان لما يبقى عنده مشكله في حاجه لازم يلاقي لها بديل، البديل دوت لازم يبقى متوفر فيه حاجات كتير. من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى متوفره فيه ان هو يبقى شكله حلو وسعره رخيص. تعال بقى نطبق الكلام دوت على الريزن. احنا عندنا الريزن غالي جدا، الكيلو معدي ال 500 جنيه دلوقتي، وفي نفس الوقت مش قادرين نستغنى عنه. فنعمل ايه بقى؟ عملنا اللوح الجميله جدا ديت بالتفاصيل الحلوه قوي اللي فيها، وقمنا حاطين عليها طبقه ريزن شفافه من فوق مش مكمله ال 2 مللي، 3 لوح معزولين ب 100 مللي ريزن. في الحقيقه هو ده الابتكار، وهو ده اللي انت لازم تكون بتعمله دلوقتي، تخلي شكل الحاجه بتاعتك حلو وفي نفس الوقت سعرها رخيص جدا. اوعى تنسى نظريه الحمام الكذاب في كل حاجه. بالمناسبه يا صديقي، كل اللي عامل اللوح ديت تقريبا اول مره في حياته يشتغل اكريليك بوننج، ممكن كان عنده تجارب قبل كده بس المره دي طلع اللوح ديت بالشكل دوت لان هو اتعلم وعرف يبدا منين بالظبط. انت كمان تقدر تعمل اللوح ديت، لو عايز بقى تعمل زيها ابعت لنا وهنبعت لك كل التفاصيل.